ناس كتير من صحابي واللي انا اعرفهم بس مش عايشين في المانيا اليومين دولت كتر قوي معاهم ان هم يكلموني يقولوا لي خايفين عليك ويقولوا لي في اشاعات او في معلومات عندهم عن المانيا واللي بيحصل في المانيا خصوصا بعد الحرب الروسيه وان الكهرباء بتقطع عندي والغاز بيقطع ومفيش دفا والكلام دوت. فقررت اسال الناس عن الانستجرام ايه الحاجات اللي هم شايفينها موجوده في المانيا وارد عليها اشوف ان الحاجه ديت موجوده ولا لا علشان الناس تستفاد وما يكونش عندهم معلومات مش حقيقيه. فهنشوف بقى دلوقتي ايه الاسئله المكرره منكم لانكم سالتوني اسئله كتير جدا وانا اخترت الاسئله الاكثر اهميه من وجهه نظري. قبل ما اجاوبكم على اي سؤال من الاسئله اللي اتسالت عايز اقول لكم ان الاجابات ديت مش هي الحقيقه المطلقه، انا مجرد بجاوب من وجهه نظري او من واقع خبرتي من البلد هنا. لو حد عنده راي تاني او عنده كلام عكس اللي انا هقوله عن الاسئله اللي جايه اكتبوا لي برده في التعليقات لان انا ممكن استفاد منكم لو حد هنا مثلا او حد عارف معلومات اكتر مني. اول سؤال: في عنصريه كبيره في شرق المانيا تجاه العرب والمسلمين والافضل ان الواحد يسافر الجنوب او الغرب؟ هو السؤال دوت انا ما اقدرش اقول ان هو اشاعه، ممكن يكون صح بس الموضوع مش بسبب ان الناس هناك هم طبيعتهم عنصريين، لا هو الفكره ان الحركات العنصريه او الحركات المتطرفه المركز بتاعها في مدن في الشرق زي دريسدن ولايبزيج. حظ الناس بقى اللي هناك ان المكان فيه مركز الناس بتوع العنصريه، فممكن تكون العنصريه اكبر بكتير من الغرب والجنوب. بس هل ده معناه ان الدنيا مش امنه ولا ما تقدرش تعيش في الشرق؟ لا، انا ليا اصحابي كتير عايشين في دريسدن ولايبزيج والكلام زي الفل يعني، لان في حكومه بتمنع ان الناس ديت تعمل لهم اي مشكله، ولو حد حصل له اي نوع من انواع العنصريه الحكومه بتتدخل. وبشكل عام الشعب الالماني بيخاف جدا من انك انت تروح تقول له انت عنصري، زي ما تكون كده بتقول في مصر الواحد انت بخيل، بالنسبه له ده عار. فما تقلقوش من العنصريه قد كده، البلد بلد قانون والناس تقدر تعيش في امان في اي حته في المانيا. السؤال اللي بعد كده بيخص برضو الشعب، تقريبا الناس مركزه جدا في موضوع الشعب الالماني اكتر من البلد نفسها. السؤال بيقول: هل الالمان ما عندهمش خفه دم؟ والاجابه هي اكيد طبعا ما عندهمش خفه دم، بس هي المشكله مش ان هم دمهم تقيل، هو المشكله ان النكت بتاعتهم فاكرينها ان هي اجمد حاجه في الكون بس هي ما بتتفهمش، وفي نفس الوقت هم معظم الوقت حياتهم كلها جد، حياتهم كلها شغل، عمليين، ما عندوش وقت ان هو يهزر. يوم ما بيهزر بيروح يسكر ولا يروح ينبسط في الشارع يعربد زي ما اتكلمت قبل كده كتير في المواضيع ديت وخلاص على كده. لكن الهزار بتاعنا اللي هو بقى ايه، يهزر على ضيق الحال بتاع خفيف جدا ان لم يكن معدوم. السؤال اللي وراه برضه بيتكلم عن الناس: هل الناس بتنتحر جراء ضغط المجتمع البيروقراطي؟ هو بصوا، المجتمع في المانيا مجتمع بيروقراطي وكل حاجه بالايميلات والجوابات وبتاع، بس مش لدرجه ان الناس تنتحر، فالموضوع دوت اشاعه. لكن ان ممكن الواحد ينتحر في يوم من الايام، ممكن واحد من بره المانيا مش متعود على البلد والبيروقراطيه اللي فيها. يعني انا واحد جاي من مصر مليانه بيروقراطيه ومدام عفاف والدور السابع والورق ومش عارف ايه، لكن البيروقراطيه في المانيا ما تتقارنش خالص بالبيروقراطيه في مصر. يعني البيروقراطيه في مصر دي تعتبر نعمه جدا بالنسبه للبيروقراطيه الالمانيه. السؤال اللي وراه سؤال رومانسي شويه: هل الالمانيات بينجذبوا للشاب المصري؟ بصوا، هو انا شاب مصري ومش اوسم حاجه في الدنيا، بس انا ما شفتش المانيات قبل كده انجذبت ليا، الموضوع عادي جدا خالص يعني، وما شفتش حد من صحابي بيقول ان هو مولع مع الالمانيات او مصاحب المانيات او في المانيه بتكلمه تقول له شكلك حلو انت مصري انت اسمر. وموضوع الشعر الكيرلي دي كانت اشاعه مغرضه ما اعرفش مين اللي نشرها، فالموضوع بشكل كبير اشاعه. انا شايف ان البنات بشكل عام بيهمها شخصيه الراجل اكتر من شكله او هو جاي منين. فانت لو شخصيتك كويسه كده وعندك كاريزما كده وباين ابن ناس، البنت مش هتقول لا. وفي اي جنسيه، مش شرط الجنسيه الالمانيه. بيقولوا لو قطعت 2 المان بيتكلموا حتى لو صاحبك هيكملوا كلام ومش هيردوا عليك غير اما يخلصوا موضوعهم. الموضوع ده اتكرر معايا كتير خصوصا اول ما جيت المانيا، وفعلا الموضوع صحيح. ليه بقى صحيح؟ معرفش، بس هو دي طبعهم، انك انت لو بيتكلموا وانت مش عاجبك كلامهم او بيهروا في حاجه مش مقتنع بيها او هم مطولين في الكلام على الفاضي بيقول تفاصيل ملهاش لازمه وانت حاولت تقاطعه، مستحيل تحاول تقاطعه، لازم يكمل الجمل بتاعته وكل القصه اللي في دماغه للاخر وبعد كده تبدا تتكلم. فالموضوع الى حد ما في الاول مريب بس بعد كده الواحد بيتعود عليه. ونورا كمان بتقول صارت معها. السؤال اللي وراه: صعب تروح لدكتور في اي وقت؟ يا لهوي، فكرتوني بالذي مضى. انا الموضوع دوت اصلا متعقد منه جدا، لان انا في يوم من الايام كان صباعي بتاع رجلي كل شهر او كل شهرين كان لازم يبوظ واروح للدكتور، وعلشان احجز ميعاد وصباعي عمال ينزل دم ومبهدلني لازم احجز ويديني ميعاد بعديها باسبوعين، وكمان بعد الاسبوعين اروح اتحول لدكتور بتاع الجراحه، وبعد كده لو دكتور الجراحه شافني يديني ميعاد تاني ان انا اعمل عمليه في صباعي. فالموضوع 100% صح.
بس في نفس الوقت خلينا اقول ان النظام الصحي في المانيا هو من احسن الانظمه الصحيه المفروض في العالم تنظيما، خصوصا كمان لو الواحد حصل له حاله طارئه او دخل الطوارئ، عمل حادثه لا قدر الله ولا بتاع، بيلحقوه بسرعه والهليكوبتر بتيجي وبيصرفوا، وانت بتدفع بس التامين الصحي. فانت في معظم الاحيان انت ما بتصرفش اي حاجه في الصحه. لكن لو انت مش طوارئ فربنا يعينك بقى عبال ما تلاقي ميعاد وتلاقي الدكتور اللي انت عايزه. سؤال المره دي عن اللغه. هل الالماني لغه صعبه وقواعدها وطريقه تكوين الجمل فيها غريبه جدا عن العربي والانجليش؟ في الاول هقول لكم ان هو حقيقي، بس مش حقيقي 100%، لان هي اللغه فعلا صعبه ومختلفه عن العربي والانجليش كتير. بس في نفس الوقت اللغه مش اصعب من العربي ومش اصعب من الياباني مثلا. يعني العربي عشان الواحد يبدا يقول ان هو بدا يتقن العربي محتاج ان هو يذاكر فيه 4000 ساعه تقريبا، لكن الالماني محتاج ان الواحد يذاكر 1000 ساعه عشان يوصل لمستوى السي 1 اللي هو مستوى الى حد ما متقدم. فهي اللغه غريبه وبتجننا وفيها افعال كلها شبه بعضها، وادوات التعريف في مذكر ومؤنث وفي محايد، معرفش ايه المحايد دوت. لكن العربي بتاعنا اصعب بكتير، واحنا محظوظين اصلا ان احنا بنتكلم عربي مش بنتكلم الماني. السؤال اللي وراه اكتر سؤال مثير للجدل في المانيا، ولسه لحد دلوقتي عليه مشاكل. انا بقالي 7 سنين ونص في المانيا اهوت وما وصلتلوش لاجابه مقنعه 100%. بيقول مفيش حاجه اسمها لحمه حلال حتى اللي عند التركي، صح ولا غلط؟ هقول لكم من واقع تجربتي او من واقع الناس اللي حواليا. انا ليا 2 صحابي خريجين طب بيطري، والاتنين بيشتغلوا في السلخانات الالمانيه، تمام؟ الاتنين بيقولوا لي، وهم كل واحد شغال في مدينه وفي ولايه تقريبا غير التانيه، ان اللحمه بتتذبح في نفس المكان وبتتذبح بطريقه آلية وبتروح للتركي وبتروح للمحلات الالمانيه، فهم الاتنين فعلا من مصدر واحد. فالاجابه هي حقيقه، بس الكلام دوت طبعا على مسؤوليتهم. لكن الحاجه الاكيد والحاجه اللي تهمني ان اللحمه او الذبايح كلها بتتذبح، راسها بتتقطع ودم بينزل، مش بتتكهرب او بتتخبط على دماغها زي ما الناس ما بتقول. فهو بيتذبح شبه الطريقه الاسلاميه، لكن محدش بيسمي عليه، وده في خلاف هل دوت حلال ولا مش حلال. انا مش هفتي في الدين، بس كل واحد بقى يختار اللي هو عايزه. السؤال اللي وراه، هل الطالب بيحتاج $50,000 للدراسة فيها؟ الدراسة في ألمانيا يعني؟ ليه يا عم؟ تعرف يعني ايه $50,000؟ $50,000 دي من وجهة نظري تعيش أسرة كاملة من الألف للياء لمدة سنة. لكن لو أنت عايز تبص لأمريكا، ممكن تلاقي في أمريكا الدراسة بتكلف 50 و60 وممكن $120,000 في السنة. لكن هنا في ألمانيا الدراسة مجانية، فالموضوع إشاعة. ودي كمان من المميزات اللي موجودة في ألمانيا، انك انت بتيجي بتدرس ببلاش وبتعيش وبتصرف على حسابك 100%، فيعتبر احسن بكتير من امريكا وكندا. السؤال اللي وراه، هل صح ان كل ولاية عندها شروط لوحدها؟ مثال انه في ولايات بتفرض عليك كشف حساب كل سنة اذا كنت طالب اجنبي. اذا صح ممكن تقول لي ايه هي الولايات اللي مش بتفرض عليك الحاجة دي؟ هو الموضوع دوت ما اقدرش اقول عليه صح 100% وغلط 100%، فهخليه محايد. في زي ما انت ما قلت، في ولايات بتفرض عليك كده وفي ولايات لا. الولاية اللي انا فيها اول ما جيت كانت كل سنه بتفرض عليا اللي انا اجيب لهم كشف حساب بنص الحساب البنكي اللي انا جيت بيه المانيا، لكن بعد كده غيروها وخلوها كشف حساب او مفردات مرتب لاخر 3 شهور انا اشتغلت فيهم. فهي بتفرق من مكان لمكان، وانا ما اقدرش افيدك بالظبط ايه الولايات اللي بتفرض على الواحد يعمل حساب بنكي او لا. ممكن انت ساعه اما تيجي المانيا الموضوع يتغير. طبعا الولايات كتير والمدن اكتر، فصعب جدا اللي انا اقول لك ايه الولايات اللي انت تيجي فيها عشان ما يقولكش هات كشف حساب. بس كمان في مشكله غير كده، يعني انت ممكن تيجي وتقعد في المدينه، زميلك يتطلب منه كشف حساب من البنك وانت يتطلب منك مفردات مرتب او العكس. فهو ساعات الموضوع مش بيبقى كمان على حساب مكتب الاجانب، ده بيكون على حسب مين الموظف اللي انت تابع ليه، فانت وحظك بشكل كبير جدا. نيجي بقى للسؤال الاخير، سؤال الملايين اللي الناس كلها بتساله قبل ما تيجي المانيا وبتكون خايفه منه 100%. هل بيعلموا الاطفال في المدرسه حاجات مخله بالادب والدين؟ الاجابه ببساطه وبيعلموهم على اساس التوعيه الجنسيه او التربيه الجنسيه. بس الموضوع دوت بيزيد عن حده جدا، خصوصا لما بيدخلوا في موضوع الشواذ والمشاكل بتاعتهم ولازم بيعودوا الاطفال ان هي تبقى تشوف ان الموضوع دوت حاجه عاديه جدا. انا طبعا ضد الموضوع دوت شكلا وموضوعا، والحل ان الواحد في بيته يفهم اولاده كويس جدا ان الحاجات دي مش بتاعتنا، احنا ناس عرب مسلمين لينا ثقافتنا الشرقيه ملناش دعوه بيهم والكلام ده غلط. فدور
الاسره مهم جدا علشان الواحد يحمي عياله من المواضيع دي. وطبعا مفيش حاجه اسمها حمايه من وجهه نظري 100%، لكن لازم الواحد يحاول على قد ما يقدر، وقبل ما تيجي المانيا وتخلف في المانيا تكون عامل حسابك للحاجات دي كويس جدا. دي كانت كل الاسئله بتاعتكم، هي مش كلها قوي بصراحه، انا اخدت الاسئله المكرره منهم، وباقي الاسئله يعني هي اسئله عن الدراسه، لكن انا بسال الناس ايه اللي انتوا شايفينه موجود او لا، او بتسالوا عايزين تعرفوا هو موجود ولا الموضوع ده اشاعه. ولو حابين تشوفوا حاجات من ديت تاني او اعمل لكم جزء تاني من الفيديو دوت، تابعوني على الانستجرام لان انا بنزل ستوري على طول وبسال الناس هناك ايه اللي عايزين تشوفوه. ولو عايزين مواضيع او في دماغكم مواضيع معينه عن فيديوهات حابين تشوفوها في المانيا، اكتبوا لي برضو في التعليقات. وبس كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب اعملوا سبسكرايب، واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.